يتسم عيد الأضحى في المغرب بالطقس الاحتفالي بالمون في المناطق الأمازيغية وسط البلاد، وتختلف تسمية هذا الطقس من مدينة لأخرى في المملكة بين بوجلود أو بالمون أو بولبطين، وهو تقليد يتمثل في قيام مجموعة من الشبان بارتداء جلود الأضاحي والتجول في الشوارع حاملين بأيديهم أحد سيقان الأضحية. تختلف تسمية هذا الطقس من مدينة لأخرى في المملكة بين بوجلود أو بالمون أو بولبطين، وهو تقليد يتمثل في قيام مجموعة من الشبان بارتداء جلود الأضاحي والتجول في الشوارع حاملين بأيديهم أحد سيقان الأضحية. بوجلود أو بالمون هو مهرجان فولكلوري تراثي مغربي أمازيغي يقام سنويا بمناسبة عيد الأضحى في مدينة تشيرا على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من وسط مدينة أكادير. يقوم شخص أو أكثر بارتداء جلود الأضاحي التي تم ذبحها في العيد، وتنطلق الاحتفالات ببيلمون في القرى الأمازيغية أيام عيد الأضحى أو الأيام القليلة التي تلي العيد، حيث تشتهر مدينة أكادير وسط بعض المدن الأخرى بتنظيم كرنفال استعراضي لبيلمون. ويختلف الاحتفال بهذا الطقس التقليدي بين المدن والقرى، إذ يقوم شبان القرى الأمازيغية بارتداء جلود الأغنام والمعز ويضعون أقنعة على وجوههم، ثم يقومون بالرقص والتجول في الأزقة رفقة أهل القرية على أنغام خاصة يعزفها شبان آخرون. ويحمل هؤلاء الشباب قوائم الأضاحي التي يطاردون بها من يصادفونهم في الطريق ويضربونهم بضربة خفيفة، والهدف منها نشر الفرحة والضحك. ويتم خلال الجولة جمع هبات وصدقات يقدمها أصحاب المنازل للفرق المتجولة، أنواع ما تم جمعه من مزاد علني، ويتم صرف ثمنه في حاجيات القرية للنهوض بالمنطقة. الأنثروبولوجي المغربي الحسين بوليعقوبي أنه من الصعب الحديث بدقة عن البدايات الأولى لعادة بيلمون أو بوجلود، لأنها عادة قديمة جدا قدم تاريخ شمال إفريقيا، قائلا إن تاريخ طقس بوجلود تطور في الثقافة الشفوية للبلاد، وأشار إلى أن القناع والتنكر في أشكاله المختلفة ممارسة ثقافية موجودة لدى العديد من المجتمعات، وغالبا كان لها ارتباط في البداية بمعتقدات دينية، مضيفا أن ارتباط هذه العادة بعيد الأضحى لم يظهر إلا بعد أن دخل الأمازيغ في الإسلام.
في ذلك نوع من التوافق بين عادة قديمة والدين الجديد، وهو ما استمر إلى اليوم في بعض المناطق خاصة في منطقتي الأطلس كبير وسوس وسط البلاد، وبعض مناطق الأطلس المتوسط شمال البلاد. وتبع أن التنوع الثقافي في المجتمعات الأمازيغية أثر أيضا على الممارسات والعادات وضمنها بالمون، ولذلك وإن كانت كل مناطق تشترك في لبس جلود الأضاحي ووضع الأقنعة، فإن لكل منطقة خصوصياتها ومرتبطة إما بطبيعة الجلود المستعملة أو الأهاجيز أو الموسيقى المرافقة أو المعتقدات المرتبطة بهذا الطقس. وعرفت هذه الاحتفالات تغيرات كبرى خاصة بمنطقة سوس وبالتحديد بمدينة أكادير الكبير، حيث تتطور الاحتفالات تدريجيا لتشبه الكرنفالات العالمية الكبرى من خلال انخراط المجتمع المدني ودعم البلديات لها وفق اليعقوبي. ولفت إلى أن هذا الهدف الأساسي من الاحتفالات التنشيط الثقافي وانتقاد الأوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية عبر تمرير الرسائل بطريقة هزلية في بعض الأحيان.